فيستا امبيرميابل، فيستا امبيرميابل ما تدخلش الماء حبيبي. هاي ليك، هاي ليك قطرة تاع ما تدخلهاش. هاي ليك، هاي صامتة شوية على بالي، قديمة شوية على بالي، تافهة. بون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشبيبة والرياضة تاعنا. يلا كالعادة رانا ولينا الفيديو هذا باش درتو كنت ندور يخرجوا لي شوية اختراعات، قلت والله غادي نشاركها معكم، ولكن اختراعات ماشي مفيدة، لا اختراعات اللي ما راح تفيدك حتى حاجة في حياتك. جينا نشاركوا معكم الاختراعات الجميلة. بون، بدون مقدمات راح نجوزو خفيف ظريف، راح نجوزو في اختراع تاعنا الاول، روبوت يرد على الهاتف. روبوت يمكنه الرد على الهاتف، تم تصميمه عام 1964 عن طريق المصمم كلاوس شلوتز. اختراع يبدو مفيدا، لكن اللطيف في الامر ان الروبوت لم يكن قادرا على الكلام. باينه بلي الروبوت ما راح يكون قادر على الكلام. واش باغي ثاني يرد لك على التليفون؟ انا ننتقد هذا السيد اللي ينتقد مخترع، ولكن في وجهة نظري انا بان لي الاختراع هذا فاشل، ولكن فاشل بحيث ماذا انه دي هذا الروبوت انه قال لك غير صوني التليفون برك، هذا التليفون يمدهولك بالك انا هذا اللي راه عيطني مش باين رد عليه. ايماجيني انت برك كون قاعد هكا حتى يصوني التليفون، يجي ذاك الروبوت منه يمد لك التليفون هكا، شد ريبوندي حبس بالك انا مش باين ريبوندي، كيف انا بالخف تروح تمد لي التليفون. ديرونجمون شويه، انا بالي ديرونجمون من هذه الحاجه، اما ديرونجمون تاع يعني تاع باش ما يهضرش ما عنديش مشكل، نهضر انا باين كيفاش انا يرفد يروح يهضر في بلاصتي. بالك انا هذا السيد اللي راح يريبوندي بالك راح نسبو انا كيف هو راح يرد عليه. ثاني اختراع قفص الأطفال. في ثلاثينيات القرن الماضي قام أحد المصممين بابتكار قفص للأطفال من معدن يمكن أن تضع فيه الطفل، ويتم تثبيت القفص على الشباك من الخارج. يحظى الطفل بالهواء الطلق دون الحاجة لاصطحابه إلى الحديقة. واش انت مربي طفل ولا مربي زوج؟ ورا الهواء الطلق، سورتو حنا عندنا في الجزائر، اسكو الطفل تاعك راك راح ديرو في البالكون، اسكو راح يحظى بالهواء الطلق؟ واش الحس، غبار، العياط، قايسه، قدر انت معلق وهكا يدير الزوج تاعك، يعني في الزوج الطفل تاعك بيان سور دير في البالكون تيقيسوه يشقفوه. ثالث اختراع اللي هو نحينا الفيسا امبرميبل. شابه. ثالث اختراع غبي، قصدي ماشي غبي، مفيد. أصغر تلفزيون. قام كليف سينكلير عام 1966 بتصميم تلفزيون هو الأصغر في العالم، تبلغ أبعاد شاشته بوصتين ونصف البوصة، لا يمكن تقريبا أن تشاهد عليه أي شيء. باينة ما فهمتش أنا كي كنت لازم خاصك تشري هذا التلفزيون، لازم ثاني تشري معاه نواظر ولا تشري معاه مكبر، ولا ماجيني تلفزيون بهذا الكبر هكايا. حنا تليفون واش يكفينا؟ خلينا صاحبي، الناس قاعد تخترع صاحبي، بصح كي اخترع عندنا حاجة لوجيك شوي شوي. شكروك على المحاولة كليف سلينكلير ولا ما باليش كيف اسمه، نشكروك، محاولة جيدة، ولكن حاول المرة الجاية تخترع عنا تلفزيون صغير عليه شوية. هاي بون، رايحين نجوزو رابع اختراع، حقيبة ضد السرقة. تم تصميمها عام 1963 وقد صممت بحيث يمكن أن تفرغ محتويات الحقيبة على الأرض إذا شعرت بيد غريبة تتسلل إلى داخلها. يمكن للصبع ذلك، بالك الصبع راهم قاصدين به السرقة ما عليناش، يمكن بذلك أن يلتقط ما يريد من على الأرض. إيماجيني أنت تتمشى برك هكا طيح لك الحقيبة تاعك، تفتح الحقيبة تاعك وتحكها من الصالح من الأرض، وغادي تلقاها كيفتش غير في غلط، ولا لا هذه ما تساعدنيش، هذا ما تساعدنيش، يرفد التليفون اللي يحتاجه برك يروح هكا، راك سهلت عليه. في عوض ما يدي الحقيبه كومبلي هكا كبيره بالاوراق تاعك وكامل اللي ما عنده ما يدير بهم، يروح يدي غير هذيك الصوالح الدراهم ولا هذاك التليفون ايربودز، غادي يرفدهم ويقلع يجي، سهلت عليه. وي العالم هذا ثاني نشكروك، شكرا على المحاوله، شكروك. هذا اختراع مفيد، ولكن ماشي مفيد للناس، مفيد للسرقه. شكروك. هيا موراها غادي ندوزو لاختراع مفيد ثاني كيما كنا نقولوا. ايوا نحشو لهم هكا، ولكن اختراع مفيد لمن مانيش عارف، دوك نشوف. اختراع القطة الكهربائية. في عام 1963 تم تصميم قطة كهربائية تصدر صوتا يحاكم القطط 10 مرات كل دقيقة وتلمع عينها في الظلام. كان الهدف من الاختراع هو إبعاد الفئران. واش كيتش اصاحبي، حنا دروك رانا مربيين قطوطة قد السبوعة وما ماشي ينفعوا للفيران، ما راهم يديروا والو. قط تحلب وماشي يبغي يروح ياكل الفيران، والفيران تحلبوا وما ماشي يخافوا من القطوطة. اذا بغيت هذه القطة وين راس تاع قطة هذا اللي داير له هذا الصوت، وبغيت الفار يخاف لك من هذه وين هي. صاحبي شوف لك حاجه اخرى، صاحبي شوف لك حاجه اخرى. شكرا على المحاوله، شكرا على المحاولات تضحك عليه. وقيل هذا العلماء اللي انا نهضروا عليهم اللي اخترعوا هذا الاختراعات وقيل تضحك عليهم،
اخترع انت حاجه وما تضحك عليهم، دير او موا حاجه في عيادك وماركي اسمها هذاك انا معاهم، معليش او ما تكون دخلت لجوجل مع مع الناس اللي اخترعوا اختراعات فاشله، معليش المهم دير حاجه انفعنا معك يا صاحبي. ثاني نروحوا الاختراع مفيد واحد اخر، خوذة الاستحمام. كاتبين الحموم، مش عارفين الا قصدهم كسكس حموم ولا ما عمليش، هي كاينه في الجزائر يعني حل اسمه كسكس الحموم، خلينا المهم. خوذة الحموم لا تسمح بغسل الوجه ولا الشعر ولا الاذن. هذه دروكي ماكا يا صاحبي، منها تدوش يا منها تقعد تمخنز. وبيان سور هذا الاختراع مفيد، ولكن لمن؟ للناس اللي تبغي دير لاربودز، دير كيتمان وتدوش. اذا انت تبغي تدوش ودير هكا كيتمان وتسمع موسيقى تساعدك بيان سور. اختراع مفيد للصحه، مدخنه السجائر المتعدده، يقضي على الرئه من اول نفس. كي تضرب جبده برك الريه تاعك صاحبي تولي كحله، لا كيما هذا الشميزه زاوينه يا هضره عجبتكم كحله بصح شابه، ماشي كيما الريه تاعك كي تكيف بهذاك الدخان. صاحبي اختراع مفيد للعينين بيان سور، وشاح الكمبيوتر الخاص. إذا كنت تريد الخصوصية ولا تريد من أحد الاطلاع على عملك في جهازك، سيفي بالغرض هذا الوشاح. شوف هذه اللي نفيدك بها أنك تستخدمها هذه عامين برك، غادي تولي داير نواظر من صغرك، غادي تطفي عينيك، غادي تقضي عليهم تماما. باسكو على بالنا بلي كامل بلي هذا الضوء تاع التليفون وتاع البيسي وكامل يضر في العينين. انت كي دير كيما هكا راك تعطي لا شونس للبيسي هذاك باش يضرب لك في عينيك توسوا كيما قلنا على عامين. اذا كتب ربي ان شاء الله غادي تولي داير نواظر ولا غادي تولي اعمى. الجزء الثاني الاختراع مفيد واحد اخرى، شوكة البيتزا. قاموا باختراعها على امل ان يكون هذا الاختراع مفيدا في اكل البيتزا، ولكن الذي قد نسوا حقا ان لا احد ياكل البيتزا بالشوكة. هذا الشيء يعني قالوا بصح نساو بلي احنا عندنا في الجزائر يعني ناس مرضى، هذا الواحد يقدر ياكل البيتزا بالشوكة بالفرشيطة. كيما انت على بالي بلي ديرها، على بالي بلي تاكل البيتزا بالفرشيطة يا ضرب. يا الشباب والرياضه تاعنا، يعني كان هذا هو الفيديو كامل، هذا ما فيه يعني جبنا لكم اختراعات ما راح تفيدك والو في حياتك. اذا عجبك الفيديو جيم، بارطاج، ابوني لاشين، بعد هذا الفيديو لصحابك، بالك ما عجبكش هذا الاختراعات بالك يعجبو صاحبك، بالك كاين واحد من صحابك تافه يعجبو هذه الاختراعات التافهه. هذه هي، نتلاقاو في فيديو اخر جماعه، يلا بيس. واش مازال كان؟ خلاص الفيديو.